السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم إن شاء الله غنوجدوا حلوى اللي هي كتجي هشيشة ولذيذة وكتعطينا واحد الكمية وفيرة وكتجي راقية في المنظر هكا للمناسبات للضياف والأعياد. فعلى بركة الله ندوزو للمقادير. كنحتاجو لواحد 4 ديال الزبدة، أي نوع ديال الزبدة ممكن تستعملوه. واحد الكمية ديال قشور ديال الليمون مقطعين قطع صغيره، انا هاشيتهم بالهاشواغ ديال هذيك المانييل. واحد شويه الزبيب حتى هو مهاشي، 2 خمارات وثلاثه الاصفر ديال البيض وبيضه كامله، والبياض ديال هادوك 3 احتفظت به باش غنزين به الحلوى ديالي. و2 كيسان ديال الزيت ديال العنبه، كاس عامر وكاس ما عامرش، 2 كيسان ديال السنيده وشاصيه ديال الفاني، الدقيق وشويه الملحه. الدقيق فانا عندي هنا كيلو مغربل، فغنحتاج القياس اللي غادي يجمع ليا العجينه ديالي. كناخذ الزبده وكنقطعها بهذا الشكل هذا. كنخليها في درجه حراره المطبخ وكنقطعها بحال هكا غير باش كتسهل عليا انني نخدمها مع السنيده. فكنخدموها مزيان حتى كتولي بحال البوماد. فكنقطعوها هكا مربعات صغيره ولا عشوائيه، المهم القياس اللي غادي نقدروا نتحكموا فيه. وكنضيفوا ليها هادوك 2 كيسان ديال السنيده والشاصيه ديال الفاني وشويه ديال الملح لتصحيح الذوق. وكنخدموها مزيان مع السنيده، كنمالاكسيو ديك الزبده والسنيده مزيان حتى كتولي عندنا كيف قلت لكم بوماد. قد ما خدمنا الزبده مزيان قد ما غتعطينا العجينه ديالنا غتجي زوينه وتجي رطبه. فكنستعمضو هكا وكنضيف ليها الزيت، حتى الزيت غادي يعاونني باش انني نخدمها. فكنخدم فيها وانا كنضيف في المكونات وكنخدمها بالكف باش كنقدر نغلب عليها وكنقدر انني نمعكها مزيان حتى ما يبقاوش فيها دوك الحبيبات ودوك الطريفات ديال الزبده. كنستعمل هكا حتى كنكمل لي زانغريديو اللي عندي كاملين. فكنضيف البيض وفي نفس الوقت ثاني كنعاود نخدمها مزيان بيدي وخصوصا بالكف. قد ما خدمناها قلت لكم قد ما كتطاوعنا ديك الزبده وكتولي لينه، كتولي رطبه بزاف، وحتى العجينه ديالها كتجي رطبه وما كتمحناش وما كتشربش لينا الدقيق بزاف. كنزيد هادوك القشور ديال الليمون وهداك شويه ديال الزبيب. قشور ديال الليمون ممكن نستغناو عليهم الا ما كانوش متوفرين، وممكن نصوبوهم دابا الليمون راه تبارك الله موجود، فهادو انا صيبتهم في الدار. ومن بعد كنبدا نضيف في الدقيق ديالي بالتدريج، وكنضيف ايضا الخمارات. وهنايا عفوا غنضيف واحد شويه ديال النسمه ديال الليمون لان نسيت ما ذكرتهاش في المقادير في الاول، سمحوا لي. فتفكرتها وضفتها حتى هي كتزيد تكمل النكهه ديال الليمون وكتعطيها واحد اللون زوين ولون اللي كيكون متساوي في الحلوى ديالنا كامله. فكنستمر هكا حتى كنجمع العجينه ديالي. هنايا لقيتها باقا شويه خاصها وضفت ليها واحد شويه ديال الدقيق، فحتى كنحصل على واحد العجينه اللي هي رطبه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف، المهم تكون بين وبين، يعني حتى كنحسوا بها راها رطبه بزاف في يدينا بحال الزبده. صافي هذا هو القياس اللي شاط ليا من هذاك الكيلو. تقريبا هزات ليا واحد كيلو الا ربع ديال الدقيق. فكناخذ العجينه ديالي وكنشكلها كويرات وكنفندها في هذاك بيض البيض والكاوكاو ايفيلي. فباش نسهلوا علينا الخدمه من الاحسن اننا نشكلوا العجينه ديالنا كامله، عاد من بعد ندوزو باش نبداو نديروا ليها الكاوكاو وبيض البيض. فهنا اللي بغى يدير اللوز ايفيلي ممكن، اللي بغى يدير كاوكاو حتى هو كيجي زوين وهكا ما غيكونش غالي بزاف. فكان كيف كتشوفوا كناخذ فرشيط وكناخذ الكره ديالي ديال الحلوى وكنوضعها في هذاك بيض البيض وكنحطها في اللوز ايفيلي. فهنايا كناخذ الصف اللي غادي نحط في اللاطه، يعني اللاطه عندي غتهز ليا واحد 5، فكنحط 5 الحبات. فانا خديت لاطه ودرت ليها بابي كويسون ورق ديال الطهي، اولا نرشوها بالزيت وبالدقيق العاده اللي كانت عندنا الاولى. وكنفندوها في كاوكاو مزيان، نحاولوا اننا ندوروها في كاوكاو مزيان باش تهز لينا كاوكاو، وكنحطوها في اللاطه ديالنا. فكنستمروا هكا حتى كنكملوا الكرات اللي عندنا كاملين وكندخلوها للفران على عافيه
متوسطه حتى كطيب لينا من التحت. من بعد كنشعلوا عليها من الفوق. وهنايا اللاطه ديالي خلجتها وخديت شويه الناباج ودهنت به الحلوى ديالي من الفوق هكا باش يعطيها واحد النظره وواحد اللمعه زوينه. فهنايا كنرجع اللاطه ديالي شويه الفران غير باش كيتبت ليا داك الناباج، وكنخلجها يعني واحد شوي غير واحد ما ثواني ولا شنو وكنعاود نخلجها. فدرت نفس الطريقه مع اللاطه الثانيه حتى هي خرجتها من الفران ودهنتها ووليت رجعتها واحد شويه وخرجتها. بقاو ليا شي كرات فدرتهم في بيض البيض من الفوق ودوزتهم في الزنجلان بيض ودخلتهم حتى هما طابو. فجاو بهذا الشكل هذا، يعني جاو زوينين في المنظر وحتى في المذاق راه كتجي رائعه. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم ما تنساونيش من تشجيعاتكم واشتراكاتكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد باذن الله، وبالصحه والراحه وشهيه طيبه.